السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت مباراة الأهلي والاتحاد بفوز النادي الأهلي 2-1. مليون مبروك يا أهلاوية. والأهلي بعد الجولة العاشرة في الدوري المصري بيعتلي قمة الدوري، ودائما وأبدا الأهلي على القمة حتى في أسوأ حالاته. بنسى وكان في بنت زملكاويه كده بتسخر ودمها خفيف، هي اللي لما كان الاهلي ليه مباراه مؤجله في اول الدوري لسه والزمالك متربع على الدوري، وكان بعد 5 6 جولات، وبتقول لك الاهلي ببص ادور عليه في الدوري فلقيته بوك 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 في اخر الدوري. اخبار حضرتك ايه دلوقتي؟ 21 نقطه، سيراميكا 20 نقطه، المصري 19 نقطه، والزمالك في المركز الرابع يا عيني ب 18 نقطه. مبروك للاهلي، وكده احنا ماشيين على المسار الصحيح. انما عندنا تحفظات، عندنا لسه خلل كبير جدا. المدرب الجديد ياس سوروب دنماركي، مدرب كويس وباين ان هو ليه كاريزما وكاركتر، اللي اسمه بيسيرو وقابله جدو كولر. فاحنا متفائلين بالمدرب دوت، انما هو عنده شغل كتير. عندك مشاكل بالجمله. الدفاع كارثة. أول مرة يمكن الدوري الأهلي يخش فيه 12 هدف في 10 مباريات، يعني معدل 1.3 في كل مباراة، ودي أرقام كبيرة جدا. دفاع كارثي بما تحمله كلمة كارثي.